أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة في أيام من أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تقبل صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أتممنا العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا عاما بعد عام. اليوم سيداتي سادتي، أتشرف جدا وباسم كل المشاهدين وبسم الله سبحانه وتعالى أتشرف أن أستضيف الدكتور فايد محمد سعيد، إمام وخطيب المسجد المركزي بمدينة لندن. كذلك هو عضو المجلس الأوروبي للقيادة المسلمة ومستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، وكذلك هو المستشار الديني للأكاديمية الإفريقية للدراسات الدبلوماسية. فوق هذا وذاك هو أخ في الله وأخ عزيز في الوطن، ونحبك في الله الدكتور فايد محمد سعيد. هذه إطلالة ثانية وثالثة، ونسأل الله أن يجمعنا بك في مستقر رحمته بإذن الله. دكتور، أنا فاضل رغم أنك مشغول هنا وهناك، وأنت بهذه المهام الجسام تقبل وتتحدث إلى مشاهديك ومستمعيك وأحبابك في قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أشكرك الشكر الذي تستحق وأكثر، وتفضل. عيدية مباركة علينا وعليك دكتور فايد. أخي الحبيب الأستاذ الكبير وشاعرنا الله. المتألق الأستاذ أحمد شريف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ونحتفل في بلادنا وعلى أرضنا ومع أهلنا. الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر لكم أيضا على ما تبذلونه من عمل كبير لجمع الناس وللم الشمل وجمع الشتات في المهجر. فعملكم عظيم ومقدر، وأنا شاكر لهذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويثيبكم، وكل عام وأنتم بخير، وتهنئة لكل أهلنا ولكل أحبابنا ولوطننا. بارك الله فيك وبارك الله في مسعاك وجزاك الله خير سيد الكريم. طبعا الدكتور نلتقيه هو في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي تحديدا. حدثنا الدكتور مع أفراح العيد، ما هي طبيعة زيارتكم ومن وين عرجتوا إلى أبو ظبي، حيث المهام الجسام والمؤتمرات هنا وهناك؟ أكرمكم الله سيدي. أولا أشكركم على السؤال وعلى الاهتمام، وأنا أسوق حديثا لنفسي ولإخواني ولأحبابي. هذا الحديث سيدي إن أذنت لي رواه أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه، وهذا من كبار التابعين، إمام دمشق وعالمها وقاضيها، ومن كبار التابعين. قال عندما نزل إلى دمشق رأى في المسجد الكبير رجلا يحبه الناس ويسألونه وينتهون إلى كلامه، فسأل عنه فقيل له هذا معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكرت في اليوم الثاني لأسلم عليه، دخلت المسجد وهو يظن أبو إدريس الخوالاني يظن أنه سيكون قبله، فوجده يصلي في المسجد، وجد سيدنا معاذ. عندما انتهى من الصلاة قال له أحبك في الله. قال فشده معاذ بن جبل، قال الله أشهدك بالله تحبني في الله؟ قال قلت الله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها. من كرم الكريم
أنه أوجب على نفسه ولا أحد يوجب على الله شيء. أوجب على نفسه أن يحب المتحابين فيه، وأن يحب المتزاورين فيه، وأن يحب المتجالسين فيه، وأن يحب المتبادلين فيه. وفي هذا إشارة ربما يقال أن من أكبر أزمات عصرنا الحاضر هي الوحدة، وهنا الله يثيبك بمحبته للجلوس إلى أحبابك ولا إخوانك. فأشكر لك سيدي هذه الدعوة، ففيها إطلالة وفيها زيارة وإن كانت عن بعد لكل أحبابنا، أسأل الله أن يتقبلها كذلك. آمين. أما في دورة الإمارات العربية المتحدة فهو بدعوة كريمة مباركة من هذه الدولة المباركة، وضمن برنامج صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء ليالي رمضان. فقد جرت العادة منذ عهد الشيخ زايد طيب الله ثراه أنهم يأتون بالعلماء من كل مكان خلال أيام شهر رمضان، فيحيون الليالي في المجالس وفي الجامعات وفي مؤسسات الدولة كلها. ينتشرون العلماء ليحدثوا وليحاضروا وليقتربوا. فهذه الدعوة أتشرف بها للمرة الثانية، والمرة الأولى أيضا كانت في عام 2016، وكانت سانحة كريمة من أبناء وطني الإخوة الإريتريين المقيمين في هذه الدولة، احتفوا بي والتقيت بهم وتشرفت بهم. وكذلك كنت قبل يومين في مدينة العين في محاضرة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتقيت فيها جمعا كريما من أبناء الوطن من الأساتذة والمحاضرين في الجامعات. فهذه هي طبيعة الزيارة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، والشكر لهذه الدولة على حسن الظن، والشكر أيضا لهذا البلد الكريم ولهذا المجتمع. سبحان الله، فيه مبعث أمل عندما تلتقي، سواء كان بالمفكرين بأرباب الأدب كما هو حالكم أستاذي الكريم، كذلك بالطلاب، كذلك بمختلف المجتمعات. وهذه سبحان الله يعني فيها سعة أفق وصلة وتواصل. أكرمكم الله سيدي. دكتور، على سبيل ذكر الأئمة ويفدون في أيام رمضان، لعلك تذكر مسجد الخلفاء الراشدين والمساجد في أسمرة، أيام الطلب وأيام الشباب في ميعة الصبا وعنفوانة. استمعت لكثير طبعا من علماء مصر العزيزة الشقيقة المسلمة، وهكذا أنت تقوم بدورك في الوعظ والإرشاد، وهكذا هو ديدن العالم والداعية والمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدكتور، كده أرجع لنا لذكرياتك حيث وفود علماء مصر من قراء وأئمة ووعاظ وكذلك مفسرين القرآن الكريم. سيدي، هذا هو سبحان الله، يعني أتشرف كثيرا عندما أكون في أي بلد ما ويذكر اسمي ويذكر بلدي. وصلة الإنسان بوطنه ببلده وبأهله صلة ارتباط وثيقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: إنك لأحب أرض الله إلي. والارتباط الإنسان بأرضه ووطنه وتلك المشاعر عظيمة جدا. فأينما أذهب أتمنى أن تكون مشاركة لإسهام دور أمتي وأهلي في نشر الوعي، كما استفدنا من زيارات الآخرين في طفولتنا. وقد أشرت عندما كنا صغارا في بلدنا، حيث كان يأتون الدعاة والمقرئين خلال شهر رمضان المبارك لإحياء ليالي رمضان في بلادنا، وذلك الشعب العظيم الكريم شعب الإريتري. أنا سيدي لا أنسى أن كثير من العلماء والدعاة الذين كانوا يأتون إلى بلادنا، وقد وجدت بعض منهم يعني
خلال يعني عندما كنت أزور مصر وغيرها، الكل يتغنى بكرم الشعب الإريتري نعم وبحب الشعب الإريتري لدينه. وسبحان الله تأتي كيف يكرم أهلنا، سبحان كيف يكرم الشعب الإريتري أهل العلم نعم والدعاة، والكل يريد أن يأكلوا من طعامه، والكل يريد أن يستضيفهم في بيته، ومشاعر المحبة الدافئة التي يبذلها الإنسان، وتعظيم سبحان الله بلادنا وأهلنا لشعائر الدين عجيبة جدا. أنا لا أنسى سيدي أن أحد الإخوة قال لي عندما سافر من بلادنا إلى دولة ما ورأى الناس يختصمون، فإذا قيل لهم صل على النبي ويواصلون في المشاجرة وفي الجدال، قال هذا ما كان ذلك عهدنا في إريتريا. إذا قيل الإنسان صل على النبي قال اللهم صل على سيدنا محمد وترك كل شيء. شعب كريم مرتبط تمام الارتباط. أنا أتذكر سبحان الله تلك الأدعية وتلك الأذكار التي تتلى مباشرة بعد صلوات في رمضان في إريتريا. رمضان مناسبة ربيع للقلوب في بلادنا. التواصل الأسري، مائدة رمضان الإريترية غريبة جدا حتى على فقر الناس وعلى حاجتها، إلا أن رمضان له خصوصية في بلادنا، والعيد واحتفالات العيد. فأعود إلى ما قلت، إكرام هذا الشعب لأهل العلم ولكل من يأتي من كل بلد. والله أنا فخور بانتمائي لهذا الشعب، وأينما تذهب عندما تجد العلماء كيف عاملوني في هذه البلدة وكيف أكرموني ويذكرون الأسماء، هذا مبعث فخر واعتزاز أن أكون أنا من هذا الوطن ومن هذا الشعب. والله يا سيدي الكريم، كل ما تحدثنا عن الوطن والجراحات كثيرة حقيقة، وأنت تتحدث عن العلماء، كيف يوقر هذا الشعب علماء الدين. وقد رأيت بأم عيني دكتور، يعني عندما يصطفون ويقفون بعد نهاية الحديث والدرس، يقفون كالطلاب وهم ناس كبار، يعني فقط ليقولوا للعالم شكرا بارك الله فيك ويقبلون يده. يعني أنا لما قلت يعني الشعب الإريتري يوقر ويحترم مشاعر الدين حقيقة، يعني عادت بي الذكريات يا دكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيل هذه الغمة. أنت يا دكتور بإذن الله سيدي، وأنا وكأنها مناسبة عيد أيضا، مناسبة فرحة، سامحني أني أنا ألهمت هذه المشاعر، وهي مناسبة فرح مسرور سيدي، العفو منكم. جزيت خيرا. والله هذا كله محبتنا ومعزتنا للدين. يعني كان يمكن أن تكون زيارتك دي يا دكتور إلى إريتريا، وما أحوج مساجدنا اليوم، وما أحوج معاهدنا اليوم للوعظ والإرشاد وما إلى ذلك. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا، ونقول في يوم من الأيام عيد بأية حال غدت يا عيد. نسأل الله أن يجمعنا إن شاء الله بأهلنا، وسبحان الله هذه البلاد بلاد خير، وهذه الأرض إن شاء الله تعالى الخير لا ينقطع. أنا دائما أتفائل سيدي، أتفائل وأعيش حالة الأمل والاستبشار، لأنه اعتمادنا في الأساس هو على المولى جل في علاه. إن شاء الله. وكذلك سبحان الله جهود هؤلاء الصالحين المصلحين من أبناء هذا البلد الكريم العظيم، لا الله سبحانه وتعالى سبحانه لا يضيع عمل العاملين بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يتقبل. آمين بإذن الله. دكتور، طيب بما أننا في العيد، العيد في الغربة طبعا ما عيد، لكن نحن كمسلمون برضو هي بلاد الله الواسعة، أن اتجه المسلم، يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولكن برضو تظل يعني الفرحة منقوصة، أنا بقول هكذا، يعني على الرغم من أن بلاد المسلمين كلها هي بلادنا. يعني فما هي ذكرياتك عن العيد دكتور، وأنت يعني هاجرت منذ زمن؟ سيدي، بالرغم من هجرتي منذ زمن غير قليل،
إلا أنه سبحان الله لم أجد عيدا أفضل من عيد بلدي. نعم. أقولها سبحان الله يعني بكل ثقة. نعم. سبحان الله سيدي، العيد في بلدنا تجد فيه ذلك الفرح الحقيقي والشعور الذي لا يمكن أن يوصف مهما كان. ولكن أعود بك سيدي للاستعدادات للعيد. سبحان الله، أتذكر مثلا على الصعيد الشخصي كطفل صغير، كل ما أحلم به هي ملابس العيد. نحن أيامنا سبحان الله كنا نمشي كان في الله سبحانه وتعالى إن كان قد مات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وإن كان على وجه الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. كان عمنا محمد عافا يعني ترزي، وكان يعني من الذين تربوا على أيدي الإيطاليين في أسمرة. في أسمرة، نعم. وين كان محل الدكتور؟ كان محله سيدي في شارع فيكتوريا ستريت. شفت شارع السلام الموازي لشارع السلام؟ شارع السلام الموازي ما قبل شارع كوبشتاتو يعني، ما بين شارع السلام وكوبشتاتو. صحيح. نعم. فسبحان الله نمشي حتى ناخذ المقاسات وتقاس البنطلونات. وأتذكر نحن عندنا كان الصغير كان يلبسوه الحمالات سيدي. نعم نعم. فالواحد كان عايز يتحرر من جو الحمالات حتى يكون مثله مثل الآخرين، ولكن لم يجد بي الزمان حتى ألبس بنطلون من غير حمالة قبل يعني إلا في مرحلة متأخرة سيدي. وفي الاستعداد كشخص يعني ملابسك، وبالذات إحنا كنا في مرحلة البلوغ ومرحلة دخول المراهقة، والإنسان عندما يبدأ يهتم بنفسه وبهدامه، وتبدأ مرحلة الأنا وإثبات الذات. فسبحان الله، وتريد أن تعاند الوالد والكبار فيما تلبس. لا تريد أن يختاروا لك، تريد أن تختار لنفسك. فمرحلة كانت جميلة، وكيف كانوا يستوعبون. وتكون ملابس العيد في حد ذاتها تكون قضية كبيرة جدا، قضية هامة تجتمع عليها الأسرة. صحيح. لا ترضى بما يختارونه لك، وهي لحظات يتمناها الإنسان وكلما تذكرها بكى حقيقة بكاء. سبحان الله. وأما على جانب الأسرة الآن، خلينا أبدأ بالأسرة ثم أنظر إلى المجتمع العام. تبدأ الاستعدادات، كعك العيد والبسكويتات ومساكين الأمهات وبعض البيوتات أبعخ العيد، يعني استعدادات كبيرة جدا يعني. والناس سبحان الله من قلة تجهز بيتها، ترتب أمورها وترتب حياتها استعدادا لتلك الليلة المباركة. وفي يوم العيد، وقد فتحت لي المجال أستاذي، وفي يوم العيد أفضل الدنيا عيد، أبشر الله. وفي يوم العيد يخرج الناس من بعد صلاة الفجر إلى ساحة مسجد الخلفاء الراشدين، ويأتي الناس من مختلف المساجد وهم يحملون الرايات والتكبير. نعم. التكبير ذلك الشجيع، الصوت، هذا الصوت الذي لا أسمعه كما كنت أسمعه في أريتريا. سبحان الله، التكبير الذي يهز المشاعر ويبعث على الفخر والاعتزاز. ويأتي الناس من كل حدب وصوب إلى هذه الساحة المباركة، ساحة المسجد. ولا تسأل عن جمال الملابس، الثياب البيضاء والعمائم البيضاء والعمائم الملونة والشالات، كل سبحان الله في جو بهي. فالناس تكبر وتكبر وتكبر إلى أن تقام الصلاة، وبعد الصلاة تكون خطبة الجمعة، وبعد خطبة الجمعة الكل يحضن بعضه بعض ويهنئ بعضه بعض. وسبحان الله ثم تبدأ مرحلة الكل يدخل بيت الثاني، المعايدة، والأطفال يجدون نصيبهم من العيدية في البيوت. كلما دخلت بيت نعم أصروا عليك أن تأكل عندهم أو تشرب عندهم، واحتفالية لا يمكن أن توصف. سبحان الله. وسيدي هذا لم أره حقيقة. سبحان الله، لا ترى احتفال العيد في بلادنا سيدي هو ثقافة،
ثقافة يشترك فيها كل المجتمع، وتمشي سبحان الله أيقونة مرتبة سيمفونية كده كلها متكاملة، ما تدري أين الذي يرتب. الكل مشارك بالترتيب، والكل ماشي على خط متساوي جدا. لا تجد نسبة الفرحة سبحان الله، والاهتمام أيضا سبحان الله بالفقراء ومشاركتهم في هذا اليوم. فسبحان الله يعني نعم نعم. العيد في بلادنا حقيقة هو عيد كما اسم على مسمى سيدي. نعم والله نعم، وكل المناسبات حقيقة. وزي ما قلت دكتور، يعني أنا أتذكر ونحن نتوجه إلى ساحة الخلفاء الراشدين قبل أن تقام في ميدان الفاتح من سبتمبر صلوات العيد، كنت أتوجه من فيا جدة مع التهليل والتكبير والبيارق مرفوعة، وأن اتجهت في الطريق من فيا جدة تجي على أنزو ماتينزو، ولحد ما تتجه على شارع السلام وانت ماشي البيوت، الإخوة المسيحيين يخرجون من البيوت وزغارير وتصفيق وينثروا عليك الورود ويقولوا لك مبروك مبروك العيد وكده بتاع، وانت تمشي وتجتمع الأمم كلها المساجد من كل الاتجاهات المساجد. ويعني ذلك المشهد حقيقة زي ما قلت يا دكتور أنا كان يهزني من الأعماق. سبحان الله، يعني أقول أنه هذه بلاد محظوظة، وبلاد موهوبة وموعودة في نفس الوقت إن شاء الله. دكتور سيدي الله، لم أرى مثل ما يحصل في بلادنا في أي مكان. نعم. الناس تجتمع في هذه الساحة، وكما تفضلتم التكبير من مسجد المنطقة إلى أن يأتي إلى مسجد الخلفاء الراشدين. صح. هذا التكبير، ثم أنه الوطن كله يحتفل حقيقة نعم. الناس كلها تحتفل. أنا أتذكر سبحان الله العيدية يقدمها لك المسلم وغير المسلم. صحيح. هذه سبحان الله. نعم هذه ميزة. ولذلك نقول دكتور يعني كل من يحكم هذا الشعب ولا يقدر البعد الديني في هذا المجتمع أيا كان توجهه فإنه لا يعرف هذا الشعب ولا يمت بصلة إليه. سيدي التدين والديانة هو جزء أصيل من المكون الإرثري. صحيح نعم. هذا لا شك فيه. ولذلك سيدي نحن حتى في احتفالاتنا في أعراسنا في بلادنا سبحان الله يكون في سبحان الله، هذا ما عهدته وعشته حتى في زواج يعني أخواتي الله يغفر لهم ويرحمهم. سبحان الله كان سبحان الله جناح ويقدم لهم الطعام، ويأتي يذبح شخص من نفس من هذا الدين، ويكون سبحان الله كل شيء كان مشترك، وهذا الذي نشأنا عليه. حقيقة نعم نعم. هذا معناه يوريك أنه هذا المجتمع، وقد حورب الدين في هذا البلد يعني من الاستعمار، وبالذات الفترة بعد 91 بين قوسين وحتى تاريخه، حورب الدين بكل الوسائل فلم ينجحوا في ذلك، لأنه الدين متأصل في هذا المجتمع ولا يمكن أن يكون مجتمع يتمسك بدينه هكذا وتريد أن تحكمه بلا مرجعية بلا احترام لقيم. هو جزء مكون أصيل من الشخصية الإريترية. نعم. الديانة والتدين جزء مكون أصيل، ثم إنه أيضا سبحان الله اختيار شخصي. وأيضا سبحان الله اسمح لي يعني يعني تاريخ التدين في هذا البلد قدم الديانات نفسها. النصرانية دخلت قبل أن تدخل إلى كل هذه الدول الأوروبية التي تسمي نفسها نصرانية، والإسلام دخل عندنا قبل أن تدخل المدينة المنورة. هذا التمازج، ثم إنه سبحان الله وطننا هذا يا سيدي مرتبط تمام الارتباط، بالذات أنا أقول نحن مرتبطون برسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الارتباط. عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضنته من هذا البلد الكريم، نعم. مؤذنه من هذا البلد الكريم، المرأة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي بعد أمي، أيمن. نعم رضي الله يعني عنها. أيمن هذه المرأة الوحيدة التي عاشت حياة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن فارق هذه الدنيا.
هذه الصحبة. البلد الوحيد الذي تواصل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج فيه. أم حبيبة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة. يا سلام. البلد الوحيد الذي تلفظ ببعض ألفاظه صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قالوا ما معنى سنة سنة يا رسول الله؟ قال حسن حسن بلغة الحبشة. يا سلام. فيعني ارتباط هذا البلد وارتباطه بالنصرانية كذلك، فهذا جزء مكون من مكونات الشخصية الوطنية. أكرمكم وكل الله. من يتنكب غير ذلك على الإطالة سيدي. أبشر أبشر دكتور، وكل من يود أن يثبت غير ذلك فهو منبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا هو المجتمع. ولذلك نحن ندعو في هذا العيد أيها الناس الذين تودون أن تحكمون هذا الشعب، اعرفوا أن هذا الشعب القيم الدينية فيه أصيلة. إذا تصالحتم مع هذه القيم ستحكمون، ولكن إذا حاربتم هذه القيم مهما أوتيتم من قوة سوف لن تحكمون هذا الشعب بأي اتجاه كان. دكتور، على ذكر العيد وذكر الحبشة وقيم الدين فيه، هذه الأيام طبعا نحن نشاهد إثيوبيا الجارة الشقيقة وإثيوبيا القديمة الاستعمارية، نشاهد أنه هنالك عهد جديد وفتوحات للمسلمين في إثيوبيا. أنا والله هذا لا نحسدهم عليه، لكن نتمنى أن تعود قيم الدين في هذا المجتمع من الذين يحكمون. كرجل دين وداعية دكتور فايد محمد سعيد، أنت تشاهد إثيوبيا وتشاهد الاحتفالات، وتشاهدنا الإفطار الرمضاني الضخم واحتفاء الحكومة. ما هو شعورك يا دكتور وأنت تشاهد إخواننا وأشقائنا في الإسلام وجيراننا في الوطن؟ يعني سيدي، أظن أهم شيء، أهم نقطة يجب أن نبدأ هنا فرحنا لإخواننا. الله أكبر. وقد ظل هذا البلد الدين الإسلامي مقموع فيه، وحكام الحبشة على مر السنين ظلموا المسلمين، وكان يمنع الإنسان المسلم أن يظهر حتى اسمه الإسلامي، كانوا يجبرون على لبس الصليب. ولكن انظر كيف يحول الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال. نعم. وفي هذا إشارة وبشرى. أنا سيدي أقول دائما أن الأرض لله، والخلق خلق الله والكون لله، والمؤمن يجب أن يثق تمام الثقة في المولى جل في علاه. وقد قال ربنا إن الله على كل شيء قدير. هذه آية تفتح لي باب الأمل في كل شيء سيدي. وقد سألتني هذا السؤال، واعذرني إن أطلت، لكن ألا ترى كيف أخبرنا الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أرسل إلى بلد لم يرى فيها بيوت قديمة كذا. يعني من الذين سآتي وأدعوهم وأحدثهم أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليرينا الله معجزتين. معجزة أن طعامه وشرابه كما تركه ما هو مجمد، لم يتسنح. نعم. وأما حمار وانتهى، مع أنه الأمر لو أعمل العقل أن الحمار المفروض هو الذي يطول بقاءه وأن يفسد الطعام. نعم. لكن بعد مرحلة 100 سنة أخبرنا الله عز وجل. ولهذا خواتيم الآيات فيها خلاصة ما في الآية من عبر. في خاتمة الآية قال الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مشى مسافة 100 سنة ليرى هذه المعجزات ليصل إلى حقيقة مفادها أن الله على كل شيء قدير. نعم. وما نراه اليوم هو جزء من هذه المعجزة. من الذي كان يتصور؟ ما كنت أتصور هذا أنا ولا توقعته، ولكن سبحان الله، يعني هذه خلق الله لا يملكه إلا الله. وكل ما ندعوه وكل ما نطالبه وكل ما نرجوه هو أن يتعايش الناس مع فطرة الله سبحانه وتعالى، وإعلاء يا سيدي، إعلاء قيمة الإنسان وكرامته. سيدي الله قال ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا المسلمين ولا كرمنا المؤمنين، كرمنا بني آدم. هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل
بل في القرآن نداء سيدي: يا بني آدم، يا بني آدم، خمس مرات، دلالة ليربطني الله سبحانه وتعالى من أي إنسان كائنا من كان، في رابطة لنا أب واحد هو آدم عليه السلام. وفي خطبة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. إعلاء قيمة هذا الإنسان، احترام هذا الإنسان، تقدير هذا الإنسان. يعني سبحان الله، في ديننا كل مقومات الحياة التي يحتاج إليها الإنسان. أنا إذا ما سرت يا سيدي، هذا الخلق خلق الله، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الله لو أراد لجعلنا لونا واحدا ودينا واحدا. فطالما المولى الخالق أعطى هذه الحرية للناس، يجب أن يتعايش الإنسان مع هذه الحرية. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. نعم. الآية التي تليها مباشرة: لا إكراه في الدين. تبين الرشد من الغي. نعم. وهذا نعم. أبشر دكتور، وهذا أمل في كل من يواجه مظلمة وانتهاكا لحريته الدينية. هذه مؤشرات، وما ذلك على الله بعزيز. دكتور، كل ما ذكرت لما نلتقيك أتذكر شخصية مع كل ما شفتك دكتور، اللي هو المربي الجليل الأستاذ الدكتور المربي أستاذنا عبد الرحيم خليفة محمود. هذا الرجل في سيرتك الذاتية وفي رحلتك العلمية عنده مواقف ومحطات. أنا عايزك أول في البداية تحييه تحية العيد المباركة، وتحيي عبره ومن خلاله أساتذتك الأجلاء، لأنه هذا يوم عيد، هو يوم الشكر. يعني هذا المقام الذي أنت فيه بعد فضل الله سبحانه وتعالى يعود إلى كثير من الذين أخذوا بيدك دكتور. وفي ذلك طبعا نحن برضو نوجه رسالة، ونوجه برضو ونشكر المعلمين الذين أخذوا بأيدينا جميعا. فأنا عايزك دكتور في هذا اليوم السعيد تحيي أستاذك الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود وأساتذتك الكرام الذين مررت بهم في طريق حياتك. التحية الخالصة والتهنئة القلبية لسيدي وأستاذي ووالدي الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود. هذا الرجل رجل عظيم وشخصية قوية، وأنا كل ما أتأمل شخصية هذا الرجل أقول: كيف عاش هذا الرجل ذلك العهد؟ احنا كنا طبعا كما يقال احنا من أولاد زمن الدرك. نعم. فأنا أتممت دراستي حيث كنت أستاذا في مدرسة الجالية العربية. ما شاء الله. وبعد أن أتممت دراستي في مدرسة الجالية تقطعت بنا السبل، فكان لابد أن نذهب إلى المدارس الحكومية في ذلك الوقت. فكان يعني ذهبت لأدرس عند سيدي وأستاذي أستاذ عبد الرحيم خليفة محمود، كان مدير مدرسة بوتيغو، مدرسة كبيرة جدا فيها عدد كبير من الأساتذة. وهذا الرجل كان رجلا وحيدا لكن بشخصيته القوية يهز أركان هذه المدرسة. الكل يخاف منه، المدرسين والطلاب، الكل. سبحان الله، في هذا الزمن اليوم زمن الإدارة الحالية الناس تخاف من الكاميرات. أستاذ عبد الرحيم اسمه كان الكاميرا في المدرسة، الكل يخاف منه، الكل ماشي. وأنا أتذكر عندما جئت إلى المدرسة أول شرط اشترطه علي، قال: يجب أن تكون من المتفوقين. يعني مسألة ليست مسألة اختيارية، ولا بد أن تتقن اللغة الإنجليزية. فبعد الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الإصرار، وكان عنده مهابة في قلبي، مهابة كبيرة، ولا زلت اليوم عندما التقيت به بالمناسبة في رحلتي هذه. أنا عارف. وعندما التقيت به سيدي نفس تلك المهابة، رميت نفسي كطفل في أحضان ذلك الوالد الكريم. فسبحان الله كانت له مهابة قوية. وكنت أذهب إلى البريتش كونسل في أسمرة واللايبراريز حتى أتقن وأتفوق، وقل: لا يجب أن لا ترضى أن أحدا يتفوق عليك. يا سلام. مع أني أنا جئت من مدرسة أخرى
لكن حصلت على الجائزة بإني أنا طلعت الثالث، لم يرضى بذلك حتى أكون الأول. سبحان الله. صاحب الفضل عليه، ولهذا أنا أقول سبحان الله. وكان يشجعني، كانت معي بعض الكتب، كنت يا سيدي أفضح نفسي الآن، كنت ميالا لقراءة الكتب خارج المنهج. كنت محبا للقراءة، ولكني كنت أحب أن أقرأ كتبي خارج المنهج. نعم. وهنا أيضا أوجه شكر خاص لأخي وشقيقي الأكبر، وهو في مقام والدي، أخي جمال محمد سعيد في كندا. هذا الرجل أيضا صاحب فضل عليه، وأنا صغير أرسل لي مكتبة واشترى لي كتبا خاصة وأرسلها لي. كان يعمل في السعودية. كان عندي الكتب، كنت أقرأ الكتب ولا أفهمها، ولكن سبحان الله كان عندي اعتزاز. وشوفوا هذا ما عمله معي أخي يجب أن يكون نموذج للتربية. أرسل لي ختم مع الكتب مكتوب فيها اسمي بالعربي وبالإنجليزي، فايد محمد سعيد، وفي الوسط قوله تعالى وقل رب زدني علما. يا سلام. وقال لي تختم على كتبك، وكتبي القديمة كلها مختوم عليه هذا الختم من التفاسير وكتب الملكية. أيوة. الفكر. فأنا كنت معجب بهذه الكتب، فكنت أخذها معي وأقرأها في المدرسة. فيوم من الأيام وقع ما كنت أخشاه، وأنا أخذ كتبي هذه وأخفيها حتى لا يراها الأستاذ عبد الرحيم. أيوة. مني أنه سيغضب إن قرأت كتب يعني خارجية وأنا في المدرسة، خارج المقرر. خارج المقرر. وأنا سبحان الله في ساحة مدرسة كوتيبو كنت أقرأ كتاب معين في الفسحة، فرآني الأستاذ قال إليها المكتب، للمكتب رئيكا على المكتب، شوف المكتب. قلت لا إله إلا الله، قدر الله وقد كان. وسلمته الكتب، قال لي روح لفصلك. مشيت في فصلي. طبعا أنا استحيت أن أرجع إليه بعد نهاية الدوام. ثم دعاني في اليوم الثاني، كان مكتبه مكتب مهاب كبير فخم، يعني من البناء الإيطالي الارستقراطي سبحان الله. يعني دعاني وهنأني وشجعني وأخبرني كم هو فخور بي بأني أنا أقرأ هذه الكتب، وقال لي يجب أن تقرأ ويجب أن تترجم في تفكيرك أيضا ما تقرأه. سبحان الله، نحن ثمرات هؤلاء الناس. يا سلام والله. وأنا سبحان الله يعني بعد الوالد والوالدة رحمة الله عليهما وسبحان الله وفضلهم الكبير فضل أساتذتي، يعني أستاذي الأستاذ عبد الرحيم، وقبله شيخي الشيخ حامد عبد القادر، وكان قاضي المحكمة الكبرى في أسمرة المحكمة الشرعية. وهذا الرجل صاحب فضل كبير علي، فتح عيني فقرأت عليه القرآن الكريم كاملا. ثم كتب الفقه المالكي والآجرومية، كانوا يحفظني إياها الآجرومية، الكلام هو اللفظ المركب والمفيد، يحفظني إياها حفظ. وهذه ولدت فيها ملكة الحفظ. فاهتمام هؤلاء الأكابر العظماء نحن ثمرتهم. يعني وطالما أتينا بسلسلة المدرسين، شيخنا الأستاذ محمود علي بخيت، وكان مدرسا في المدرسة، وكان مسؤول في وزارة التربية، وكان عنده حلقة ما بين المغرب والعشاء في مسجد الخلفاء الراشدين. والأستاذ عبد الله كان مفسر القرآن الكريم في مسجد الخلفاء الراشدين. وأنا أتذكر هذا الرجل العظيم كان تفسيره باللغة العربية، لا يتحدث بغير العربية، والكل يفهم درسه لأنه كان درسه تفاعلي. يا سلام. حتى يعني سبحان الله له إشارات جميلة. قال يا حتى عندما كان يقص لنا قصة مريم كان أنا أسميه التفسير التصويري. يا سلام. التفسير التصويري، يقول يا ليتني مت قبل هذا، سبحان الله، فيفسرها بحركاته. كان يستميت في إيصال المعلومة باللغة العربية. وكان الناس يجلسون. شيخنا الشيخ محمود شلتوت وقد لقب بذلك سبحان الله، كان هذا الرجل رجل في العقيدة، في الفلسفة، مبادئ علوم المنطق اللي هي تهذب طريقة تفكيرك في الحياة، نظرتك للأمور.
نحن كان معنا أجيال، وحتى وفي مدرسة الجالية العربية أساتذتنا الكبار كان عندنا أستاذ اسمه أستاذ كحساي. أستاذ ما لم يتحدث معي باللغة التجرينية قط، دائما يتحدث باللغة العربية. كحساي بزبة مش كده؟ نعم نعم نعم. حتى هو وكان عنده نكت جميلة. قال واحد قال لي اليوم يا أخي أستاذ تيشر كحساي وكان يشير كان الأصل أن يكتفي بأحدهما يعني. يا أنا لحقناه 91. أستاذ رجل طبعا هندام كده وله أناقة وشخصية ناقة ويعني اليجانسي زي ما يقولوا. فلقيته كحساي بزبة كان بيدرس. سبحان الله سيدي. أنت ترى هذا الجيل أستاذ عبد الرحيم وكل هذه الأجيال لما يجي للمدرسة كأنه جاي يحضر اجتماع مجلس الوزراء. نعم سبحان الله. يعني اهتمامهم، أناقتهم، سبحان الله يعني. يا سلام. فنحن تربينا على أيدي هؤلاء الأكارم، لهم كل التحية والتقدير، الأحياء منهم والذين رحلوا لهم المغفرة والرحمة إن شاء الله. ولا نزال معكم مشاهدينا الكرام في عيدية مباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد، إمام وخطيب المسجد المركزي بمدينة ملبورن. التقيناه طبعا أيام العيد في أبو ظبي. وطبعا هو يعني ينشط في كثير من المجالس التي أشرنا إليها إشارات عابرة. دكتور، طبعا نحن في خواتيم هذا اللقاء. أنا سعدت بك سعادة لا يعلم مداها إلا الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى. في نفس الوقت برضو يا دكتور عايزينك برضو تدينا نفحات عيدية، إنه الإنسان وأنت أشرت طبعا إنه دائما العيد يأتي ليجدد الأفراح ويبعث في الناس الأمل والقادم أجمل. والله سبحانه وتعالى طبعا أعطانا هذه الأعياد حتى ما يكون عندنا ملل، ونجدد برضو إنه حياتنا فيها هذا وذاك. فأعطينا نفحات إيمانية من نفحات العيد، بحيث إنه يعني لا نيأس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يعني. سيدي أولا أجدد شكري لهذه الدعوة المباركة لنلتقي بأحبابنا وبأهلنا. وهذه أمة الكرم، والله سبحانه وتعالى حتى عندما افترض الصيام في آيات الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ربنا في آية أخرى ويريد الله أن يخفف عنكم. وقال ربنا ويريد الله أن يتوب عليكم. فالمولى لا يريد لنا إلا كل خير. فأولا نتوجه إلى المولى جل في علاه بالثناء وبالحمد على أن أكرمنا بشهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. المسألة ليست في العمل، المسألة في قبول العمل. وقد قال ربنا إنما يتقبل الله من المتقين، فنسأله أن يتقبل منا. وأيضا هنا أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي وبني وطني عموما بما قاله المولى جل في علاه والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. السيدة عائشة إنما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل بين السيدة عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنت السيدة عائشة أن الله يتحدث هنا عن المذنبين وعن العصاة، يعني يؤتون ما أتوا وهم في حالة خوف. قال لها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، إنما هم أولئك الذين يصومون ويزكون ويحجون يفعلون ما يفعلون وهم في حالة خشية وخوف، هل لا تقبل منهم أم لا؟ ولهذا ورد عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يسألون الله أن يجعلهم من أهل رمضان، ثم بعد رمضان لمدة 6 أشهر يسألون الله أن يتقبل منهم. وكان من دعاء الإمام يحيى بن سعيد من كبار السلف اللهم سلمني إلى رمضان وسلم رمضان لي وتقبله مني سالما. فنسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وكذلك أن نستمر على ما كنا فيه من تلك النفحة الروحية والبركات. ومن علامات قبول الطاعات أن يداوم عليها الإنسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله لم يقل الصلاة أو الصوم أو كذا، قال أحب الأعمال إلى الله
أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. كذلك إخواني العيد مناسبة لصلة الرحم، العيد مناسبة للزيارة وللسؤال، حتى بالوسائل المتاحة الآن على كل حال، وهي من أهم المهمات. وقد ذكرت آنفا ذلك حديث سيدنا معاذ، وفي حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شرط دخول الجنة الإيمان. قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. جعل محبتنا بعضنا لبعض شرط الإيمان. فإحياء تلك المحبة وذلك الروابط والاعتذار من بعضنا البعض والألفة والمحبة ولم الشمل، هذه من الأساسيات. كذلك إخواني وأخواتي أن نعبد الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، وهو بشكر الله على ما أعطانا من النعم. وأنا أسمي يعني الشكر إن أذنت لي كيمياء السعادة. نعم. كيمياء سعادة الإنسان هو شكر الله عز وجل، لأنك عندما تشكر تقدر نعم الله عز وجل عليك، وهذا يتحول إلى طاقة إيجابية في الإنسان. وقد قال ربنا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأطلب من إخواني يركزوا على 3 معاني مهمة جدا، وهي 3 معاني تعهد الله عز وجل بها، ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا. أما الأولى فهي قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله عز وجل. وفي كل شيء آية تذكرنا بالله، الإكثار من ذكر الله عز وجل على الدوام. وقد قال في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. أطال في الحديث ثم قال: ذكر الله من أعظم العبادات. وقد قال ربنا: فاذكروني أذكركم. هل ربنا ينسى أحدا حتى يذكر؟ ربنا لا ينسى أحدا، ولكن هذا ذكر تعظيم وذكر في ملأ خيرا في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم، ومن ذكره الله فاز. الأمر الثاني أن نعتبر بقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وبقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله علينا كبيرة. والله لو لم ييسر الله عز وجل الإنسان حتى ما كان بإمكانه أن يحرك شفتيه. لو جف لسان الإنسان سبحان الله لما استطاع أن يتحدث. فأن نلهج بشكر الله عز وجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كل حياته شكر لله. قل سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد تعهد ربنا فقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن أردت الزيادة فاشكروا. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال، كما قال: والأصل أن لا أسوق الشعر بين يدي شاعر. قد أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني وضمير المحجبة. وشكر الله باللسان، وشكر الله بالجوارح، وشكر الله سبحانه وتعالى بالقلب. وأخيرا أن ندعو لبعضنا البعض، فدعاء المؤمن للمؤمن عن ظهر غيب مقبول. وقد قال ربنا: ادعوني أستجب لكم. ما خاب من دعا. ورحمات الله على من قال: ما وفقك للدعاء إلا ليعطيك. الله أكبر. ما وفقك للدعاء إلا ليعطيك. فإذا ما رأيت نفسك تدعو فأبشر، فأنت موفق. والإنسان وسبحان من جعل الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء طلب. أنت لو طلبت من الناس لكرهوك، لملوا منك، ربما لغادروا البلد. ورحمات الله على من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. نعم. لك مني كل الشكر والتهنئة من القلب، والشكر موصول لكل بني وطني ولكل إخواني وأخواتي وللبشرية جمعاء عبر شاشتك إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجمعنا في أوطاننا سالمين غانمين. جزاكم الله خير الجزاء، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور فايد محمد سعيد، إمام خطيب المسجد المركزي بمدينة لندن، وعضو المجلس الأوروبي للقيادة المسلمة،
مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية والمستشار الديني للأكاديمية الإفريقية للدراسات الدبلوماسية. شكرا لك سيد الكريم، ولا نقول إلا أن نقول ولو أن شكري قد توزع بينكم لقلدكم ماسا من الحب مطبق، ولو أن شعري قد رنى سرج سابح لفاض عميما من لما النظم فيهق، أسوح به كل الديار وأنتشي على سرر موزونة الطهر ألبق. شكرا لك دكتور، سعدنا بلقائك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون آخر لقاء نلتقيه حيثما كنت وكيفما طلبناك أنت تستجيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك ويرفع من قدرك وشأنك. التحية لكم أيها المشاهدون الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة. هذا أحمد شريف يحييكم ويتمنى لكم عيدا سعيدا برفقة الدكتور العزيز الشيخ فايد محمد سعيد، فريق العمل الطاقم الفني الذي يخرج لكم هذه الحلقة. تحياته برضو منسابة إليكم ومنداحة أينما كنتم وأينما حللتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.